من الحاجات اللي ممكن يخش لك منها الشيطان اليومين دول ويضحك عليك، وهي بالأخص اليومين دول، هو إنه يخش لك بفكرة حمل هم الإسلام والمسلمين وينسيك مصلحتك الشخصية. شوف، بص إيه اللي بيحصل في المسلمين في بلد كذا، بص إيه اللي بيحصل المسلمين في فلسطين، بص إيه اللي بيحصل في المسلمين في كذا، وينسيك همك الشخصي وينسيك نفسك اللي هو إيه؟ إصلاح ذاتك. ممكن تلاقي واحد متابع كل القنوات الإخبارية ومتابع كل اللي بيحصل في المسلمين في كل حتة، ومتابع الحروب ومتابع اللي بيحصل في كل حتة، وتلاقيه برضه شايل هم المسلمين ومتضايق، بس من الناحية التانية ما بيصليش، ما بيصلش رحمه، ما بيتصدقش، ما بيطلعش زكاة ماله، ما بيعملش أي نوع من أنواع البر، ما بيعملش أي نوع من أنواع التقرب لربنا. الشيطان خلاه ينسى دينه، خلاه ينسى هدفه الأساسي، خلاه ينسى رسالته الحقيقية في الحياة، خلاه ينسى نفسه. ما هو انت لو ما أصلحتش من نفسك، اللي فينا أو اللي في المسلمين جزء منه هو انت. إصلاحك لنفسك، تعديلك لذاتك، ده هيخلي الخير يعم على بقية المسلمين. ما تخليش غيرتك على اخواتك تنسيك دينك، ودينك ده الأهم، ده الأولى، ده اللي المفروض يتصلح. علاقتك بربنا المفروض تبقى كويسة، لأنك لو علاقتك بربنا كويسة ده هيعود بالإيجاب على اخواتك اللي متضررين في كل حتة. ولو علاقتك بربنا سبحانه وتعالى سيئة وانت شخص سيء، ده برضه هيعود على اخواتك بالسلب في كل حتة. وأكيد انت ما تتمناش ليهم شر، كفاية اللي هم فيه وربنا يقويهم ويعينهم على كل اللي هم فيه. فتحاسب للشيطان يضحك عليك في الحتة دي، لأن هو ما وراهوش أي حاجة في الدنيا غير إنه يقعد يتكتك ويخطط ويرتب عشان يوقعك في الغلط. لو عجبك المحتوى دوس لايك وشير عشان تدعمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.